مجموعة سيتي فوتبول جروب الإماراتية الشهيرة واللي بتملك نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أعلنت عن ضم نادي جديد للمجموعة علشان يوصل عدد الأندية داخل المجموعة ل 13 نادي. والنهاردة هنتكلم مع بعض عن أندية المجموعة، والمجموعة بتملك كم عدد الأندية الموجودة وأسمائها وفي أي قارة بتقع. قبل ما اقول لك أندية المجموعة هي مين وفي اي قارات بتقع، عايز اعرفك الاول النادي اللي تم شراؤه من قبل مجموعة السيتي، وهو نادي باهيا البرازيلي. نادي باهيا واللي تأسس سنة 31 في القرن الماضي هيكون هو النادي رقم 13 بالنسبة لمجموعة سيتي فوتبول جروب. هنشوف الأندية المتعاقد معاها في الوقت الحالي، وعندنا عدد كبير من الأندية هنذكره ليكم. السيتي بتمتلك 5 أندية أوروبية. الأندية الأوروبية اللي بتمتلكها مجموعة السيتي هو نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، ونادي باليرمو الإيطالي، ونادي تروا الفرنسي، ونادي جيرونا الإسباني، ونادي لوميل البلجيكي. وعلى صعيد قارة آسيا بتمتلك مجموعة السيتي 4 أندية آسيوية، منهم 3 في قارة آسيا ونادي أسترالي. ال3 اللي في قارة آسيا هم أندية نادي سيتشوان الصيني، بالإضافة إلى نادي يوكوهاما اف ماريونز الياباني، ونادي ميلبورن سيتي الأسترالي، ونادي مومباي سيتي الهندي. أمريكتين بيمتلك 4 أندية، منهم نادي في أمريكا الشمالية وهو نادي نيويورك سيتي، وفي أمريكا الجنوبية بيمتلك كل من نادي مونتيفيدو سيتي تركي الأوروغواياني، بالإضافة لأنه بيمتلك نادي بوليفار البوليفي، وكمان بيمتلك النادي الذي تحدثنا عنه في هذا الفيديو وهو نادي باهيا البرازيلي. وبكده يكون نادي باهيا البرازيلي هو أول نادي برازيلي يتم ضمه لمجموعة السيتي، بالإضافة لأن هو هيكون ثالث نادي لاتيني بيتم إضافته للمجموعة. يا ترى المجموعة هتقف عند 13 نادي ولا هتكبر عن كده كمان، وهيكون في مجموعة أخرى من الأندية ضمن ملكية مجموعة السيتي؟